دلوقتي هي جت في الرايه وخرجت ناحيه الخط النهائي للملعب. ادي الكره اتلعبت من الضربه الركنيه والهدف الاول. يا محمد كوفي، محمد كوفي يحط بضربه راس على طول الضربه الركنيه ملعوبه بدقه جميله امام منطقه المرمى، ويحط محمد كوفي هدف التقدم لفريق بتروجيت. يا هدف التقدم على طول بيجيبه في الدقيقه 31. يحط الكرة، بصوا كمال علي لعبها على القايم القريب، مروان محسن ومحمد كوفي على طول يحط الكرة في الدقيقة 31. هدف لفريق بتروجيت. لعبت الكرة اهي، بصوا الخلفية، انما في مواجهة المرمى هنا الحقيقة مش مراقب تماما. شوفوا اهو الكرة، بصوا رايح فين. حتى لو عدت كوفي ده اللي قدامنا هتلاقي بلال جمال وراه. يعني هنا نص الملعب شايفين ضغط على اي لاعب بيستلم الحته دي بيبقى عنده مضغوط عليه على طول. وادي واحده بينيه، وادي سيسي، وعدى سيسي والتعادل. يا عبد الله سيسي، والله منتظرها انا من سيسي من الصبح. بقول لكم ده ما يطلعش بره الملعب ابدا، وان لعب ما يطلعش بره الصندوق ابدا. ده يفضل كده زي الكتاكيت جوه الصندوق، يفضل على طول جوه الصندوق. خطير جدا سيسي. بصوا استلامه ازاي، بصوا الاستلام وفتحها لنفسه ازاي، وعدى ازاي، وحط ازاي سيسي. يا رغم انه لم يبدأ الموسم كأساسي مع نادي الزمالك، لكن هذا هو 8 هدف لعبد الله سيسي مع نادي الزمالك هذا الموسم. كان مسجل 5 أهداف في افريقيا، 2 في جزائر سبورت تشادي، و3 يوم 25 يونيو 2011 لم يخرج الزمالك في اي مباراة دون ان يسجل. ادي واحدة تانية في الامام اتلعبت وخطيرة، والجول الثاني لفريق بتروجيت. يا مش ممكن، محمد رجب في غفلة من دفاعات نادي الزمالك يسجل هدف التقدم في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 43. يا مش ممكن. محمد رجب يخش كده على كرة، بصوا الكرة اتلعبت بينية، ونقول هذه الكرة هي اللي مشكلة لنادي الزمالك. سندها مروان محسن، حلوه جدا لمحمد رجب، طلع من جوله عبد الواحد السيد ويحط الجول الثاني. بصوا الكره سانده ازاي لمروان محسن اللي عملها حلوه قوي لمحمد رجب. محمد رجب سندها لمروان محسن بانكار ذات، ثم عاد مروان محسن بانكار ذات ايضا ان لعبها. بس على فكره لو الكره دي